مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم مجال للكلام. النهاردة هنتكلم عن الفنان اللي اتلقب بالوش المقلوب. عايزين تعرفوا هو مين؟ هقول لكم بعد الفاصل. يبقى معمول لك عمل. وايه الجديد يا شيرلوك هولمس؟ انت كل الناس قالوا لي ناس مسوين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل، قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. ولادي البذوره جو لي صباح الخير يا بابا، قلت ما. النهاردة هنتكلم عن الفنان لطفي لبيب. اتولد في بني سويف 1947. درس كلية الآداب قسم فلسفة. بعد كده دخل معهد الفنون المسرحية. دخل الجيش ساعة حرب أكتوبر وكان ضابط احتياطي، وهو كان بيقول على طول إن هو نقطة تحول ونقطة فخر ليه إن هو كان بيخدم ضابط احتياطي في فترة الحرب. كان على طول بيحكي عن مدى الإنجاز اللي عمله. بعد ما خلص الجيش بدأ بقى مسيرته الفنية، اشتغل من على خشبة المسرح، بعد كده اشتغل في التمثيل والسينما والفن، ومن أشهر أعماله في الأفلام فيلم عسل أسود ويانا يا خالتي وصعيدي في الجامعة الأمريكية. ومن أشهر مسلسلاته مسلسل عائلة الحاج متولي ومسلسل الرحايا حجر القلوب. ومن ضمن إنجازاته إن هو اشتغل أكتر من 250 عمل فني، فده طبعا دي حاجة كبيرة جدا على أي فنان إن يبقى ليه بصمة كبيرة قوي كده ويشتغل كمية الأعمال دي كلها. كتب كتاب اسمه كتيبة 26، حكى كل اللي حصل فيها هو كان في الجيش بالتفصيل. ومن الجوائز اللي حصل عليها، حصل على جايزة من مهرجان الكاثوليكي للسينما، ومهرجان الأقصر للسينما، ومهرجان اسكندرية السينما. ومن ضمن إنجازاته إن هو كان بيحب كل الجمهور، وكان بيحب يساعد زمايله قوي، وكان بيشتهر بخفة دمه، وكان بيحب يساعد زمايله ومدى التعاون. كان أي عمل يشتغل فيه لطفي لبيب تحس فيه بمدى الروح الحلوة والحب والتعاون. حياته الشخصية هو أب ل3 بنات. كان بيبعد حياته الشخصية وعيلته عن الحياة الفنية. في أواخر أيامه بعد جدا عن الوسط الفني بسبب إن هو كان متعرض لأزمة صحية، لكن بيظهر بصورة قليلة جدا. رحل عن عالمنا وليس عن الذاكرة أي في 2025 شهر 7 بعد صراع مع المرض، تاركا لنا بصمة كبيرة مع الفن. بس لغاية النهاردة لما بتشوف أي عمل للفنان لطفي لبيب لازم تحبه حتى لو صغير جدا. ودي كانت آخر حلقة في الموسم الخامس في برنامجكم مجال للكلام، واستنوني في موسم جديد مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.